عمرك ما هتقدر تتجاوز المشاكل اللي في حياتك غير لما يبقى عندك ايمان بربنا. ايمانك بربنا انه هيساعدك تتجاوز الحاجات دي. سيدنا يوسف حطوه في البير واتسجن ظلم ومر عليه ايام صعبه جدا، بس كان عنده ايمان. كان عنده ايمان ان ربنا سبحانه وتعالى هيخليه يتجاوز المحنه دي. كان عنده ايمان حتى لو العالم كله جه عليه، حتى لو كل الظروف اتجمعت ضده، كان عنده بصيص من الامل. ايمان ان ربنا سبحانه وتعالى قادر يغير كل حاجه. فانا عايز يبقى عندك ايمان في ظل الظلم اللي انت بتمر بيه في حياتك، او القهر اللي انت بتحس بيه، او الالم او الوجع او الكسره. ربنا بيتدخل، اللي انت مش قادر تعمله وربنا يقدر يعمله مليار مره. فيبقى عندك ايمان، يبقى عندك ايمان ان تدخل ربنا هيغير كل حاجه. يبقى عندك ايمان ان ربنا اللي يقدر يقلب الشر خير، ويقلب الوجع والله راحه، ويقلب الحزن الف فرح. تخلي عندك ايمان بربنا، وكل ما تتضايق ارفع ايدك لربنا وقول له يا رب بدل حالي، يا رب بدل حالي، وحالك ساعتها يتبدل وهتبقى مبسوط قوي.